طبعا في أرقى الأماكن في مدينة نصر. لقوا واحدة طبعا سايحة في دمها، مقتولة كام طعنة، فالدم كتير على الأرض. واحد مش لوحدها، واحد معلق هنا في قلب المروحة مشنوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد وحشوني أحلى جمهور بيدعم الست المصرية، الناس المحترمة اللي لها احترام وتقدير أكيد فوق راسي. الناس اللي بتحب هناء أسطورة العالم العربي برضو يا باشا انت شرف فوق راس الست المصرية. هناء دايما اتعودت تحترم الناس وتشيل الناس على راسها، لأن اللي ملوش خير في جمهوره ملوش خير في أي حد تاني. بشكر كل الناس المحترمة اللي تابعتني، طبعا أهل السعودية والكويت والإمارات وأهل المغرب وأهل العراق وأهل الجزائر وأهل ليبيا، على راسي تحية واحترام وتقدير فوق راس الست المصرية. أهل سوريا الناس اللي مشرفيني ومنوريني برضو على راسي. هناء ما بتنساش الناس ولاد البلد، الناس المحترمة، الناس اللي قدرتني وقفت جنبي في يوم من الأيام. احترام وتقدير يا باشا على راسي. بس زي ما أنا بقدرك كده وبنزل لحي تحية واحترام من شعب مصر أم الدنيا لجميع دول الخليج، لو سمحت يا باشا حاول تحترمني وتقدرني زي ما أنا بقدرك وبحترمك، وبنزل أحييك وأحط لك قيمتك واحترامك. أنا أحترمك، أنت لازم تحترم بنت البلد المصرية. طب تحية من شعب مصر أم الدنيا لكل الناس خارج مصر، تحية واحترام فوق. هناء الأسطورة دايما اتعودت تحترم الناس المحترمة. يلا انزل بسرعة حط لايك لأحلى أسطورة مصرية عربية. طب اللي بيحب هناء هرم مصر ينزل برضو يحط اللايك كده ويصلي على حبيبنا النبي محمد ابن عبد الله. طب يا هناء عايزة تقول لنا ايه؟ عايزة اقول لكم ان انا اصلا بحبكم، وطبعا احترامكم وتقديركم فوق راسي الست المصرية. اديني حياتكم، لان انا طبعا اتعودت على الاحترام والادب. واللي ملوش خير قلنا ملوش خير في اي حد، واللي بيحترم نفسه قبل اي حاجة. ايه يعني لو حد ضايقني او حد زعلني برضه يا باشا على راسي من فوق. المهم يلا بقى نبدأ في قصتنا عشان عندنا مشوار مهم. بس يلا انزل ارزع اللايك لأحلى أسطورة. كان في ست وقمة الاحترام والأدب، هي أصلا مش مصرية، ياسمين من دول الخليج. ياسمين ومامتها كانوا بيحبوا مصر كتير. الأب في يوم من الأيام كان متجوز واحدة مصرية، فمن هنا الست اللي كانت عايشة في دول الخليج الأم أصلا قالت أنا موافقة للزوج اصلا الراجل الكبير. قالت له حبيب قلبي انا موافقه براحتك، انت بتحب الست المصريه اتجوز وعيش حياتك، بس ارجوك انا بحبك بلاش تخليني عشان خاطر بنتنا اللي ملناش غيرها. بنته دي اصلا هي من دول الخليج من غير ما نذكر اي دوله، في خصوصيات واحترامات ما ينفعش ان انا اعديها، لان صحابات القصه ما يزعلوش مني، ما نقدرش نعدي خصوصيات الناس. اوكي. وبعدين يا أسطورة، ياسمين كانت شارية شقة حلوة جدا جدا في مدينة نصر. اوكي. من هنا بدأت البداية، وكانت عايشة زوجها توفى، فطبعا كان شاري كام شقة في مصر وبيحب الاستثمار والعقار. هي بقى عشان ست راقية ومحترمة حبت مصر، مع ان ضرتها كانت من مصر. فالزوج مات والحمد لله ما كانش مخلف من الست المصرية. فياسمين قالت لها يا ماما، قالت لها تعالي يا ياسمين انا بحب مصر. طبعا البنت قالت لماما يا ماما طالما انت بتحبي يا ماما مصر ام الدنيا، يلا يا ماما نعيش في املاك بابا ونشوف الشقق ونباشر الشقق بتاعتنا. فالست طبعا بتحب مصر على ذكريات زوجها، وما زعلتش خالص، بكل احترام وادب ولطافه ان هي طبعا اتجوز هو مصريه، وطبعا هو توفى وهي خدت نصيبها. كبيره كان عمرها 28 سنه، كانت اتجوزت عمرها 23 سنه خلاص. طبعا هي اصلا كان سنها 28 سنه، بس لما جت اتجوزت هيثم كان عندها 23 سنه. قعدوا مع بعض كده لحد عمرها بقى 30 سنه. المهم برضو عندهم في دول الخليج يعني حاجتهم وميراثهم وكل حاجه في دول الخليج. المهم كان في يوم من الايام عمنا هيثم ده اتلم على كام واحد في كام كافيه،
فعلمه الشرب. مخلف ولد اسمه عبد الله وولد اسمه احمد. الحمد لله ربنا رزقها بولدين. فيلا حطوا لايك. بعدين ياسمين دي طبعا يا حلوين، ياسمين كانت انسانه متعلمه متحضره. سبحان من خلق جمالها، مش عشان هي خليجيه، لا، هي اللي يشوفها يقول اجنبيه اوروبيه عسليه سكريه. المهم صاحبنا اتعلم يشرب، ومن غير ما نقول ايه نوع الادمان اللي ادمنه، ايه نوع الشرب، عشان ايه؟ مش عايزين نجرح الناس، مش عايزين نزعل الناس مننا. قول لي كلامي صح يا هني، كلامي ونعم الاحترام. انا مش عايزه اجرح هيثم وازعله، مش عايزه ازعل ياسمين مني، يعني مش عايزه ازعل الناس اللي عاشوا ذكرى او توفوا قبل رب كريم. المهم قالت لها ايه رايك؟ صاحبنا طبعا انسان بسيط وفقير وعلى قده. ايه رايكم تعيشوا معايا في شقه مدينه نصر؟ الشقه 500 متر، يعني يرمح فيها الخيل. 4 اوض و4 ريسبشن وحمامات وغرفه ماستر، والدنيا حلوه. اديتهم غرفه نوم بالغرفه الماستر، وعاشوا معاهم وخلفوا احمد ومحمود. يا ريت بقى تيجي على كده، مش تيجي على كده لا. المهم صاحبنا ابتدى يشرب، ابتدى يخرف. مره قال لها انتي العيال دول مش ولادي، انتي اكيد جبتيهم من حد تاني. هو شارب زعلت ياسمين منه جدا جدا. فراح رافع قضيه الغريبه بقى يا حلوين. صاحبنا اتهمها في شرفها وقال لها العيال دي مش ولادي. راح ايه عامل قضيه ايه، رفع عليها قضيه ان العيال دي مش ولادي. فطبعا بالتحليل الدي ام اثبتت ان دول عيالها، وكانت قضيه كبيره. فزعلت وراحت سايبه مصر كلها، وكرهت مصر واللي في مصر. زعلت جدا جدا من الاسلوب بتاع الراجل المصري. اتضايقت، اتنرفزت، حست ان هي تهانت جدا في شرفها، وكانت بتحبه جدا جدا. وقبله بفقره، لان هو كان شغال شوفير اصلا. في البدايه هو شوفير، فهمتوها؟ وغصبت على مامتها، قالت لها يا ماما انا بحبه يا ماما. وطبعا الام ما عندهاش غير ياسمين، هي الوريثه الوحيده. فقالت الفلوس مش كل حاجه. مع ابوها اتجوز واحده فقيره، خدت نصيبها من التركه. كان متجوزها الراجل الخليجي، اتجوزها على سنه الله ورسوله، لان هو سنه يسمح والقانون يسمح ان هو يتجوز مصريه عادي على سنه الله ورسوله. المهم يا حلوين، من هنا حلو كده يا هناء، قصتك سكر 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 سكر. المهم طبعا في 2020 حصل مفاجأة غريبة. عمل فيديو على الفيسبوك، نزل فيديو مقطع على الفيسبوك، قال بعد ما راح مصحة وتعالج انا عايزة اعتذر للست اللي عشت معاها عمري كله. انا بحب ياسمين زوجتي، وعايزة اعتذر لها لان انا كنت بشرب وما كانش في وعيي وغلطت فيها كتير. ياسمين سمعت على صفحته على الفيسبوك ان هو بيعتذر وبيقول انا بحبها ومش عارف اعيش انت كده، انا هموت نفسي وهضيع نفسي عشان خاطرك انت. انا بحبك يا ياسمين، ارجعي لي ارجوكي، اتوسل اليك يا ياسمين، ارجعي لي، عودي لي تاني عشان خاطر ولادنا وعيالنا. ياسمين قررت بسرعه تقطع وتحجز طيران بسرعه. حجزت يا حلوين طيران عشان تقدر تنزل مصر ام الدنيا تشوف حبيبها وحبيب عمرها، وكان عندها حاله اكتئاب جامد. يلا بقى لحد هنا تنزل ترزع اللايك لاحلى اسطوره. قصتنا الحلوه كده كنا بنخلص من الهرم عارفينه، وبعدين يا هرم مصر نكمل بقى. هو مجرد ما عمل الفيديو ونزل بوست على الانستا وعلى الفيسبوك وارجعي لي وعودي لي يا حبيبتي، كانت ياسمين حاجزه اقرب طيران ونزلت مصر تاني. نزلت عند الماما، امها طبعا فرحت ان لقيت بنتها تاني. قالت لها ياسمين بنتي حبيبه عمري عامله ايه يا ياسمين؟ المهم رجعت تاني الحمد لله حضن امها. كان عندها حاله اكتئاب وهو كان بيتعالج من ادمان. وصلت لكم؟ هو اصلا كان بيأدمن. اوكي، المهم رجعوا لبعض والحمد لله. الغريبه بقى يا ابطال، كان في الغريبه مش يسكت على كده، لا يا ريت تيجي على كده. حلفت له بالله العظيم ان ضايقتيني في حياتك ما هتشوفني تاني. طبعا دي مره كده لقيته
هو بعد ما اتعالج حاول يرجع للشرب تاني، فهي زعلت كتير كتير كتير. قالت له انت اللي اخترت ان انت تخسرني، انا اخترت ان انا ارجع لك وعملت الاصل معاك وانت قليل الاصل. وهنقول ايه القليل الاصل؟ لانه قليل الاصل. انا عملت ايه معاك وحشه؟ عملت حاجه معاك وحشه؟ قال لها لا، انت وقفتي جنبي ودفعت لي فلوس المصحه وتعالجتيني وامك الست المحترمه الكمل. طبعا هي طبعا لما رجعت مصر الام بقى، هو كان عايش مع امها في قلب الشقه في مدينه نصر. الام الست بالنسبه له ست ساريه معاها فلوس، وهي طبعا قلنا هي وارثه من ابوها من دول الخليج، فالست دفعت له فلوس المصحه. احنا قلنا هو كان شغال شوفير، يعني راجل على الله بسيط، وهي حبته. الفقر مش عيب، العيب اللي احنا نبص لحاجه غيرنا. سمعتوا؟ هي حبته بقلب مخلص وقلب طيب. وطبعا كانت والله العظيم ست وقمه الاحترام والادب، والله العظيم هي دي الحقيقه. لا فكرت تخونه ولا قالت له حتى طلقني يا بطل، لا ما قالتلوش كده. هي كان عندها رفض الرغبه ان هو اصلا يطلقها. فهمتوا؟ المهم لقيته رجع للشرب تاني. قالت له انت كده هتخسرني يا هيثم، انا حبيتك من القلب انا حبيتك يا هيثم عشان خاطر ولادنا، بلاش تخسرني. طبعا قالت له خلاص انا هسيب لك مصر كلها واسيب لك الدنيا وارجع دولتي تاني عشان تستريح من وشي، بس يا ريت ما تدورش عليا تاني يا بطل، انا خلاص لو سمحت طلقني. هو سمع كلمة الطلاق العفاريت نطت فين يا حلوين؟ العفاريت الصراحة نطت في وشه وحس بحالة اكتئاب واحباط. قال لها دي انت اللي مصبراني على الدنيا. قالت له لو انت كنت بتحبني زي ما انت بتقول ما كنتش تفكر تخسرني وتسيبني عشان خاطر ولادي. انا حبيتك من قلبي ورديت بيك، وكانش عايزه فلوس ولا عايزه حاجه، انا عندي فلوس كتير، يا ريت الدنيا كلها فلوس يا صاحبي. طبعا هو كان صديقها وحبيبها وكل حاجه. انا حبيت فيك الرجوله والشهامه والواد ابن البلد المصري. قالت له ميزه عندنا في الخليج ان احنا بنميل اكتر للمصريين، اكتر حاجه بنحب الراجل المصري والست المصريه. قالت له ابويا في يوم من الايام، امي بنت ناس غنيين جدا جدا، امي حلوه مش وحشه، بس للاسف امي سابت ابويا يعيش يتجوز واحده مصريه عشان هو حب الست المصريه. بابا كان بينزل مصر كتير، عنده علاقات وشغل وبيزنس، واللي كان ماسك له الشركات. يلا بقى حط لايك. بكل صراحه قالت له بابا كان مصاحب واحد، اللي خلى بابا نزل مصر لانه كان مصاحب واحد مدير اعماله في مصر هنا، مصري اوكي، هو اللي شرع عليه بالبيزنس انه يعمل سلسله عقارات هنا في قلب مصر، مدينه نصر المعادي المهندسين. وبابا نجح واكبر استثماري في العقار، وماما وافقت عشان بتحب بابا، بس كده وافقت ان هو يتجوز مصريه، ورضت باللي ربنا كتبه لها لحد بابا ما قابل رب كريم. انا حبيتك من قلبي، لو سمحت بلاش تخسرني، عشان انا حبيتك، لو سمحت طلقني والاول مره اقولها لك، انا حبيتك عشان احنا قلنا لك في دول الخليج. بس يلا حط لايك. قالت له عندنا في دول الخليج ان الراجل الخليجي بيحب الست المصريه كتير، بيتشد لمصر. احنا عندنا كستات بنحب برضو مصر ام الدنيا، ودي كانت قصتنا النهارده. طبعا هو زعل وهي جابت جواز السفر، وطبعا هتسافر حضرت الشنطه يا حلوين عشان عايزه تمشي. قال لها مش هتمشي على جثتي بقى، المره دي مش هتسيبيني يا ياسمين. قالت له ازاي؟ انت اللي مش عايزني، انت لو كنت عايزني زي ما انت بتقول كنت زمانك اشتريت قلبي واشتريت حبي، وكنت تبطل الادمان وتبطل اللي انت بتعمله ده. عيب عيالنا هتعلم ابني وابني الادمان،
هتعلمهم يبقوا شمامين ولا يشربوا ولا ايه ظروفهم؟ هي كلمه عايزه اعرفها منك، انت عايز مني ايه؟ قال لها انا بحبك. قالت له خلاص جو نو شطب. شطبنا بقى. تعبت معاك يا اخي، ارحم نفسك. انا لا عايزه فلوس ولا عايزه اي حاجه ولا عايزه حاجه من الدنيا، انا كنت عايزه اعيش في حضنك، عايزه اعيش معاك انا وولادي، حرام عليك. كمان جابت له سياره يشتغل بها اوبر عشان ما تحسسوش ان هو فقير وان هي بتصرف عليه، عشان بتحبه بس والله العظيم. للاسف دخل جاب آلة حاده، فضل يطعن 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 فيها وساحب كلها في دمها ومرميها على الارض. فضل كده 13 ساعة سايبها على الأرض. راح رابط نفسه في المروحة وشنق نفسه يا حلوين. الأم قلقانة بره، أمها قلقانة ما عندهاش غيرها. طبعا في ولد جه بيسأل عليه على هيثم، قالت له يا ابني أنا مش عارفة، في حاجة غريبة. بنتي متعودة تقوم الصبح تحضر نسكافيه، تشرب شاي، تحضر حاجة الصبح، لازم تشرب حاجة الصبح بنتي. غريبة ياسمين بنتي ما خرجتش من الأوضة، ويا ابني الساعة بقت 1 الظهر. الولد اللي جاي ياخد المفتاح بقى بيدي السيارة لواحد يشتغل عليها ورديتين. المهم يا حلوين، الغريبة بقى تخيلوا يفضلوا يكسروا الأوضة، يدبوا على الأوضة. الواد فش الأوضة الشوفير عشان يشوف على المعلم هيثم ماله. يقول له معلمي معلمي انت فين يا معلمي؟ للاسف يا حلوين لقوه مربوط في المروحه والدم سايح. الست فضلت تصرخ ومنهاره وتقول بنتي وتصرخ يا عيني وتصوت وتعيط. والجيران دخلوا شافوا منظر الدم، راحوا طالبين الشرطه يا حلوين. الشرطه جت حكت لهم على كل اللي حصل، وللاسف كان سايب مصور كل اللي حصل على تليفون وبيحكي كل اللي حصل بينهم في غرفة النوم. حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وهي قالت لي هسافر وكذا وكذا، وسايب الكاميرا وراح شنق نفسه. المباحث عرفت منين يا حلوين؟ خدوهم يعني على المشرحة عشان يشوفوا مشرحة زينهم، عشان يشوفوا دي توفى ازاي ودي توفى ازاي ومين اللي دخل ومين اللي طلع. قلبوا لقوا التليفون، عرفوا ان الست، طب ما هي كانت هتلبس الجريمة. وصلت لكم صح؟ حطوا لايك. هتنسى يا واد ان الست الكبيره المحترمه اللي بره دي كانت هتلبس الجريمه لوما التصوير والكاميرا. هيقولوا مين اللي دخل قتل دي ومين اللي قتل ده. فهمتوا اللعبه صح؟ هو الواد هيثم كان عايش معاها في البيت. البيت عامل زي فيلا، شقه دوبلكس 500 متر، حاجه ستايل كده بتاع الناس العرب الخليجيين. المهم يا حلوين كتر خير الوليه مقعداها معاهم. المهم نلف بقى تاني كده. طبعا قعدوا يسمعوا كل القصه اللي هو قالها، وقعدت هي تقول له ايه وهو يقول ايه، وماتوا الاثنين يا حلوين. والست الكبيره قعدت تصرخ وتعيط ونفسيتها بقت تعب. الاثنين تعبوا مع بعض من كتر قعدت تسمع الست وهم عليها. وللاسف جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. الست للأسف دخلت في غيبوبة وتعبت. وطبعا الست قررت ان هي هترجع تاني دولتها لان بنتها خلاص ماتت، مفيش الا الولدين اللي سابتهم ياسمين ذكرى، وترجع دولة الخليج تاني. مش عارفة اقول ايه. والست حزينة على ياسمين بنتها، عمرها زي 31 سنة، راحت ضحية، مش عارفة ضحية الغيرة ولا ضحية البني آدم الأناني. يا بطل دي كانت قصتنا النهاردة. طب ورحمة النبي الغالي لو عجبتك القصة هتنزل تحط لايك للست التعبانة. ها اوعى تنسى في يوم من الأيام إن أنا ست تعبانة على الله ومن عباد الله. لو سمحت قدرني يا صاحبي تتقدر زي ما أنا بقدركم، وبنزل أديكم التحية والاحترام والتقدير لأهل الكويت وأهل الإمارات وأهل السعودية وأهل قطر واهل المغرب على راسي، واهل ليبيا تحيه واحترام، واهل طبعا المانيا وكل الدول اللي خارج مصر على راس الست المصريه. بحترمكم. واهل العراق على راسي. لو سمحت زي ما انا بقدرك يا بطل انزل قدر هرم مصر
وحط لايك للست التعبانه الشقيره. ولو برضو ما قدرتنيش مش هتفرق، بس خليك فاكر ان انا احترمتك وقدرتك وقدمت لك التحيه من شعب مصر، من مصر ومن الدنيا، لكل الناس المحترمه اللي حبت هناء الاسطوره من قلبها. لو انت بتحبني وعايزنا استمر على منصه اليوتيوب، اللايك هيخلي منصه اليوتيوب بس ترفع الفيديو يبتدي يتحرك على محرك البحث. طب حلفتك بسيدنا النبي. طيب طب وحياة سيدنا محمد يا واد، لا تنزل ترزع لايك لاحلى اسطوره وتشجع هرم مصر وتقول لي هناء الله يعينك على اللي انت فيه، الله يعينك على البلوه اللي انت واقعه فيها. المهم دي كانت قصتي النهارده بتاع الناس المحترمه اللي اللي بيحبوا هناء الاسطوره. يلا بقى انزل حط لايك لاحلى عيون مصريه زي المصريه ما قدرتك، قدرني يا صاحبي تنزل تتقدر. بحبكم كتير، منتظره طبعا الناس بقى اللي بتقول لي حاجه. هناء هناء انت تنفع ممثله؟ طب بالله عليك انفع؟ طب اما انا ممثله يبقى انت ايه؟ انا ببقى مبسوطه ان انا ممثله كبيره قوي كمان، بتبسط قوي 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 ولد ان انا ممثله. انا ممثل وانت المشرف. حلوه صح. يلا بقى حط لايك وتحيه من شعب مصر للناس الحلوه.